السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أولى ما صغر الناطق به فما افتتح كلمة عظمت منته وعمت رحمته ونفذت مشيئته. تمت كلمته وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شهادة تشفي الأوام وتقشع الظلام وتكون لنا العدة الواقية عند حشرجة الأنفس وسكرات الحمام. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا مع الرد الموازي، وإنما اخترت هذا العنوان لأرد موازاة على ما أثير حول الشيخ رحمه الله تعالى. فتكلمنا أمس عن توحيد الحاكمية، وقلنا الخلاصة بأن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي وليس تقسيم تعبدي. وذكرنا بأن شيخ الإسلام قسم إلى 3، وتلميذه ابن القيم زاد الرابعة وقال بتوحيد المتابعة. وذكرنا كلام الإمام الطحاوي أنه قسم فقط إلى 2، توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد القصد والطلب. الإمام الطحاوي إن هذه التقسيمات إنما هي اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. فننتقل اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الجزء إلى تكفير مرتكب الكبيرة. سميته المحدث رحمه الله هو مرتكب الكبيرة. يعني ما هو موقف الشيخ في مرتكب الكبيرة؟ سئل الشيخ عن هذا الأمر في زحمة من الفتاوى، ولا شك ولا ريب، وهذا لا يعقله إلا العالمون، أن المشايخ أهل العلم والمكثرون لا بد أن يقع منهم سقطة أو سقطتين أو 3 أو 4. لا بد من السقطات ولا بد من الأخطاء، إذ أن العصمة كما لا يخفى دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تتبعنا عثرات وسقطات العلماء لما سلم لنا عالم قط، فكل العلماء لهم سقطات ولهم أخطاء. شيخنا الألباني رحمه الله المجمع على إمامته من أهل العلم والفضل عنده عدة تراجعات، تراجع عن عدة أحاديث ضعفها ثم صححها، وأحاديث صححها ثم ضعفها. دونكم إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل فيه تراجعات الشيخ. فهناك حديث صححه في بدء الأمر لكن بدا له أنه ضعيف فتراجع، وحديث ضعفه ثم صححه. يا رسول الله إني أحبك، قال إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا فإنه أقرب إلى أحدكم من السيل إلى منتهى. هذا تراجع عنه الشيخ. إن الله يبغض كل جعذر جواد صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. هذا أيضا تراجع الشيخ، ضعف وصحح، صحح وضعف. فما يضر الشيخ رحمه الله بقيت مكانته. لكن في زماننا الآن وفي عصرنا الآن مع كامل الأسف اشتغلنا بالقيل والقال حتى أشغلنا بها. اشتغلنا وأشغلنا بما اشتغلنا به، وتركنا العلوم الشرعية وتركنا، وعظمنا الأشخاص فابتلينا في الأشخاص. فحري بنا وخليق بنا أن نعظم رب العالمين جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى في هذه العشر المباركات، هذا الشهر الكريم، أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يفقهنا في دينه. يا معاذ والله إني أحبك في الله فلا تدعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله تعالى أن يوفقنا لحسن العبادة. المحدث ومرتكب الكبيرة. لما سئل الشيخ رحمه الله تعالى
عن مرتكب الكبيرة، ولا شك ولا ريب أنكم تعلمون أن الشيخ درس المنهج ودرس العقيدة ودرس الحديث، وتلقى على شيخه الأول محمد صفوة نور الدين رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى المدرسة الألبانية فقرأ كتب الشيخ وتتلمذ على كتبه وفتوى قبل أن يلقاه وبعد أن لقيه. وشهد له بالعلم والفضل، وشهد له بالتحديث. قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: أشهد الله أن أبا إسحاق عالم حديث. وسئل الشيخ الألباني: من نستفتي في مصر؟ قال: عبد العظيم بدوي والشيخ أبي إسحاق الحويني. فننتقل إلى الاستحلال والإصرار. ما هو الاستحلال وما هو الإصرار؟ لنفهم كلام الشيخ. وإن كان الشيخ رحمه الله مثلا يكفر المصر كما زعموا، فلقد بين في شريط آخر التفصيل. فالشيخ أحيانا قد يبهم وأحيانا قد يفصل على حسب ظروفه وعلى حسب مزاجه وعلى حسب نشاطه. أنا سمعت قديما أن الشيخ قال بنفسه رحمه الله أنه تأتيني 1000 مكالمة في اليوم، 1000 مكالمة في اليوم. فكيف سيكون في هذه 1000 مكالمة؟ كيف يكون في التفصيل؟ إذا أراد أن يفصل لكل واحد سيبقى معه تقريبا على الأقل ثلث ساعة. هل عندنا 1000 ثلث ساعة في اليوم؟ طبعا هذا الأمر، هذه المجهودات لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوي الفضل. هذه المجهودات لا يقدرها إلا العلماء أنفسهم. فتعالوا بنا نقف مع كلام أهل العلم في ما هو الاستحلال وما هو الإصرار. الإصرار أن يصر العبد على الذنب، يصر على الذنب. مثلا كلنا نعلم أن الربا حرام، هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، إلا ما بغيتوش، فإن لم تفعلوا فأذنوا، وجدوا راسكم، وجدوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، معروف الربا. أي واحد شوف تا الكلمة بالدارجة كتريب. الربا كتريب، ما كتبنيش. شي حد كيشري شي محل بالربا وبيبني زعما محلو بيقادو، راه تتريب أيها الأخ. فأي واحد ما تقول الربا تقول أعوذ بالله. شحال من واحد ما قاريش كاع، وتتقول لي راه الربا هذا تيخاف. فالربا معلوم بأنه محرم. إذا واحد أصر على الربا، قال أنا أعرفه ربا ولكن ضرورة، وما عنديش فين نسكن، وما عنديش كذا، ووليداتي بغيت ترموا للشارع، وخرجني من الكرا، ولقيت ما كايناش شي وسيلة إلا أنني نشد، خصوصا أن الدولة كتعاون على هذا الربا وتيسرت لي الأمور مع الدولة، إيوا نقضي الغرض. هذا المصر مع علمه أن الربا محرم لا يكفر، لا يكفر، لأنه مصر على الربا وهو مضطر وعنده ظروف قاسية وعنده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا مضطر لا يجد، وإن كان يعني هذا هو المعتقد الذي لا نخرج عنه، هو معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بهذا. ولكن كاين اللي هو مرابي وتيكفر. كيف؟ تتقول له الربا راه حرام، تيقول لك عرفت حرام، ولكن أخويا أنا أحلها. وشوف الظروف أخويا ما بقاتش حرام دابا، لأن الظروف دابا اللي جعلتنا باش نديرو فهي حلال. فهذا يسمى مستحيل.
للربا، هذا يكفر إجماعا بعد أن تقام عليه الحجة طبعا. لماذا قلت هذا القيد؟ لأنه قد يكون مستخف بالأمر. هي أنا عرفتها ولكن تنحلها. أتدري عاقبة من أحل ما حرم الله؟ وكتعلموا وكتخوفوا إلى لم يزد إلا ضلالا، هذا تحذر منه فهو كافر. على ماذا قست هذا الأمر؟ قسته على كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء المفتوح وفي أشرطته أيضا الأخرى، لما قيل له بأنش قيل له راه يا شيخ هناك مدن وكذا فيها دكاكين مرخصة لبيع الخمور، الشراب كيتباع بالعلالي. قال أحقا فعلوا ذلك؟ قال نعم يا شيخ. قال هؤلاء يكفرون لأنهم استحلوا بفعلهم أمرا معلوما من الدين بالضرورة. الخمر معروف أم الخبائث وما قدوه كذا. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله. إذا هنا ابن عثيمين رحمه الله تيبان بأنه كفر المصر. وكاين هذه في اللقاء المفتوح لعله برقم 1650 في اللقاء المفتوح. وكاين إحدى الفتاوى تاني نتكلموا معاه، هي الفتاوى جاتو أصر على كلامه نفس الكلام. إذن العلامة فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين رحمه الله، وتأول له بعض من باب الأمانة العلمية بعض الطلبة ديالو تأول له، قالوا ربما رجع في آخر حياته. علاش تيديروا هذا الشيء كامل وهذه الخدمة هذه؟ وعلاش ما قدروش يهاجموا الشيخ؟ لأنه ابن عثيمين فقيه الزمان، ما قدروش يتكلموا معاه ولا يناقشوا في المسألة، سكتوا. ولأنه يزوره الملك، هذه تيرى معه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كاين اللي تيخاف ما تيحشمش، لأنه يزوره الملك ديال السعودية، كيجي حتى لعنده ويقعد معاه وكيخطب أمامه خطب ويستقبله في المحافل ويقدمه. فما قدروش يقولوا ابن عثيمين يكفر كذا ونوضوا عليه الدجة لأنهم سيسجنون لا محالة. فتيخافوا ما تيحشموش. الشيخ أبي إسحاق مسألة في زحمة الكلام وكذا قالها، ثم نبه بأن هذا الأمر قد يجرك إلى كذا، ثم تراجع قال أنا ما فهمتنيش، هل قصدت؟ لا زال يكفر، إنما هذه تقية ما التقية. علاش؟ حنت الشيخ أبي إسحاق ما تيجيش عندوش الملك يقعد معاه. حنت الشيخ أبي إسحاق الحويني يعني ما أدري علاش بين قوسين نصروا عليه. كاين علماء آخرين داروا فراء كتار من الشيخ ومشاو مع عند الشيخ وخلاو هادوك. كان الأولى وحقيق بهم أن يردوا على هادوك قعدوا لأبو إسحاق. علاش؟ كاين بزاف ديال الأمور. وكاين واحد مسألة أيضا مهمة ألا وهي الحسد. يعني الشيخ أبي إسحاق الحويني فتح الله عليه ما لم يفتح على غيره في الدعوة في الدروس. إلا كنتي جالس تصنت ولا كتفرج في شي درس ديال الشيخ أبي إسحاق تقدر تكون فيه حتى ساعة ونص تتمرد غيا، تقول يا ليتهما ما انتهى الدرس. تيخلي دائما الشوق. تيجي في نصوص من هنا ويذكر قصص ثابتة صحيحة لأنه هو محدث، لا إنه قصاص. وانتم اش تكونوا؟ هادو تيقولوا عليه قصاص تا هما أكبر القصاصين. تا هما راه تيقصوا، كتلقاهم تيقولوا القصص لأناش اللي بغى يزين لك الموعظة ديالك ولا اللي بغى يزين لك الخطبة إلا ما كانت شي قصة مؤثرة وفيها مغزى. والله تبارك وتعالى لما ذكر قصة بلعام بن باعوراء في الأعراف قال فاقصص القصص الله إن في قصصهم عبرة نحن نقص عليك أحسن القصص. يذكر الله تعالى قصة بلعام واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان
من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله، شوف المثال، قياس المحسوس على المعقول، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص، يعني يا محمد اقصص عليهم القصص. وكان السلف يقصون. عبيد بن عمير المكي كان يجلس ويسند ظهره على الكعبة ويقص ويحدث ويعظ، وكان ابن عمر يحضر مجالسه وكان يبكي تأثرا. فالقصص فيها مواعظ تؤثر. البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، لماذا سمي الرقاق؟ جمع رقيقة، وهي التي ترقق القلب، يذكر لك قصة وموعظة فيها تأثير بالغ. والقرآن ثلثه قصص وثلثه أحكام وثلثه توحيد. ثلث القرآن قصص، كله قصص. لا راه أبو إسحاق قصاص، وانتم اش كديروا؟ ما تتقصوش. راه حتى انتم باش تنسموا الموعظة تتكلم على التوحيد وكتوجه الناس وكتقول. نقل مثلا، أو ذكر الذهبي رحمه الله في السيار من في سيرة العوام ابن حوشب أنه دخل المقبرة يزور، فبينما هو كذلك إذا فتح قبر، وكتلقى القصة يعني أحيانا تكون غير صحيحة 100%، وتؤولها تقول وهذه القصة شهرتها تغني عن الإسناد، لأنك أنت بغيت توصل لواحد تحريك القلوب وكذا، وتقص وتلوم أبا إسحاق أنه يقص. فأين تهربون؟ إنه الحسد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: العلماء في تغايرهم أشد من التيوس في زروبها. أكيد تغير العلماء فيما بينهم. ونضربوا مثال كاع، نرجعوا شوية للصدر. نرجعوا الإمام البخاري رحمه الله استقبله الذهلي كما يستقبل الملوك، والناس واقفين، وشي طالع فوق الشجر وشي طالع فوق النخل تيتسناو قدوم الإمام البخاري. وكان الذهلي عالم كبير، وكانت الحلقة ديالو ما تلقاش فين تجلس، وقال لهم هذا راه عالم الدنيا، وقدموا على نفسه وعطاه وكذا، وبدا كل شيء صافي، عكف على دروس ومجالس البخاري وتركوا الذهلي فغار. وقت حتى حضر المجلس ديالو فغار، فأرسل له شخصا يختبره بسؤال، وفي هذا السؤال كمين، وهو كالتالي: قال: اسأل الشيخ أمام الناس هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ يقول الذهبي معلقا على القصة: يا ليت الإمام البخاري ما أجاب، لأن هذه بتكون سبب المحنة ديالو. وجلسين الناس وكذا، سأله: يا شيخ هل لفظي بالقرآن؟ قال: أفعال العباد مخلوقة والقرآن منزل بتيبين. حتى أنه مؤخرا كاع من بعدها فاش وقع كذا ألف كتاب سمى أفعال العباد. قال: أفعال العباد مخلوق، بدا تيفسر. فقال لهم الإمام الدولي: ها اللي قلت لكم، الرجل عنده اعتزال، ها هو وفق المعتزلة، ها هو تيقول بخلق القرآن وتيدير التقية وكذا. فبدأ يشوش ويهوش على الشيخ، فكلهم هذوك داروا عند الدولي وتركوا البخاري بوحده. فتأثر الإمام البخاري لأنه يعني لم يخطئ، كون أخطأ يلوم نفسه، لم يخطئ، يعني قال كلام صواب لكنه ما فهموه وتأثر. أنت الأول ما فهموكش الناس كيبقى فيك الحال أيها المستمع الكريم، إلا ما فهموكش الناس في مسألة ولا ساءوا بك الظن محالة ناس. فلم يبقى مع البخاري إلا تلميذه البار الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، واللي بقى معه. فافتتن البخاري بلاء عظيما وتمنى الموت، ونسي أنه قد خرج في صحيحه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب، إن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما علمت حياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث خرجه في صحيح ونسيه، لم يقله.
قال اللهم اقبضني إليك، تمنى الموت، مع أنه قال ذكر النهي عن ذلك، وإن كان ولا بد يقول اللهم أحيني، وهو لم يقل ذلك من شدة الفتنة. فما لبث أن توفي بعد دعائه رحمه الله تعالى. فالله تعالى أراد أن يكرمه فجعل كتابه أصح الكتب، كتب السنة ودواوين السنة، صحيح البخاري، بل هو أصح الكتب مطلقا بعد كتاب الله. القرآن الكريم تحته مباشرة صحيح البخاري، ولو علم البخاري رحمه الله ذلك لا صاعق، لأن سميته الجامع لمسند الصحيح، لكنهم اختصروا صحيح البخاري. أكرمه الله سبحانه وتعالى، وأصبحت الأمة والعلماء على هذا الكتاب وعلى مجهود الإمام البخاري، وكل واحد صغير وكبير تجده يترحم على البخاري. غار كذلك الشيخ، يعني معه إخوة ومشايخ ودكاترة ويقدمونه ويستشيرونه، لا بد أن تجد الغيرة في ذلك. تلقى شي واحد ما خلى ما دار والو سبحان الله، وعندهم يقول تبارك الله وتا هو من أهل العلم، ولكن تيغير غار. الإمام الدارقطني وقع له أمر مع الإمام مسلم وجلس للمناظرة، وكان العلماء تعرفون أن الدارقطني ما كانش مقد مع مسلم، فجلسوا. فكيف حنا نشغب على الشيخ في خطأ أو خطأين أو ثلاث؟ وكما قال الأول: من نبل الرجل أن تعد معايبه. من نبل الرجل النبيل وتلقى أخطاء محسوبة، لا تكاد أخطاء الشيخ أبي إسحاق تفوت عدد الأصابع. وراه حنا غاديين معها دابا. المسألة الأولى توحيد الحكيمية تكلمنا عليها البارح، وأولنا لها وقلنا العلماء قالوا كثر تحد ما ولكن حنا ابتلينا بالقيل والقال وتنقلبوا مع كامل الأسف. ولا يشعر بالشيخ الأبي إسحاق إلا من اتهم في مثل ما اتهم الشيخ. واحد القضية، أنا تهموني بشي حوايج والله ما كاين فيها، بالله أقسم بالله، ماشي بندافع على راسي، سكت. إلا شي حوايج قالوهم عليا الناس ما فياش، وطلبة علم. علاش حتى فاش تبي تقول الحق تقول شي مسائل اللي مسكوت عليها وشي مسائل اللي كذا، فكأنك بغيتي تريب وتهدم ما بنوه وتعبوا وكدوا على بنائه، وبتجي انت وتدفع عليهم هذيك اللبنه وريب هذاك الشيء، فتيجيو يحذروا منك كذا، ولا يجلسون معك ولا يحاورونك ولا ينصحونك. لا تكن مع الشيطان عونا على اخيك. انسان اخطا نمشيو لعنده ونجلسوا معاه. عرفتوا تسمعوا بالسي يوسف الصولي رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه، الطالب العلم الذي لم يكرر. عقيمات النساء أن تلدن مثله، باقي الآن مازال ما شفناش شي واحد بحال السي يوسف، خلقا وخلقة تزوين تبارك الله حتى في وجهه وفي الأخلاق ديالو وفي المعاملة ديالو، وحريص على جمع الشمل. إلا شي أخ قالوا لي هذا الأخ راه دار تيقول لهم بسم الله، وكيشد بيديهم وتيمشيو عند داك الأخ وتيجلسوا معاه وتيناصحوه بالتي أحسن. تيحكي لي واحد قال لي أنا سبب استقامتي هو السي يوسف. واحد ضحكت عليه، جابوه قال لك لواحد المناسبة بغا يدير الكلمة، بقيت تنشوف فيه بديك اللحية هكا وتنضحك، تيشوف فيا مسكين وتنضحك عليه، انا نضحك عليه هو على وجهه، مع انه كان جميل تبارك الله، كان حسن. قال لك هو يقول لي يا الاخ الكريم اضحك الله سنك، ضحكنا معك نعمس. قال لك وندير قم سكت، بقيت يسد فما، بقى عرفت ما نقول ليه، وبقى مسكين تيتكلم وتنشوف فيه وبديت تنبكي. هذاك النهار سبحان الله قلب الله حالي الى الافضل والاحسن، ولا دابا من خيرة الاخوه. هذاك ضحك على السي يوسف وتعامل معاه بواحد الخلق، ما قاليش ماك تضحك ولا ضار فيه، ولا قال لك ضار فيا نتخاصم معاه. انا هذاك
يعني حديث عهد بإجرام وجاهلية وكذا، والله العظيم. وهذا الأخ راه حي يرزق. تحكى لي هكذا، قال لي أنا سببي تستقمت هو واحد الخلق واحد المعاملة تعامل معايا. فعلاش حنا ما نتعاملوا مزيان مع الناس؟ وعلاش هذا السيد رحمه الله مات ما نبقاو نترحموا عليه؟ بغض النظر نبقاو نشوفوا اخطاء، والسيد راه مات وعباد الله، والراجل راه في قبره. واش نتوما كاع قساة لهاد الدرجه وكتجيبوا الاقوال ديال اهل العلم القديمه؟ الشيخ مقبل ها هو رد على ابي اسحاق، رد عليه في واحد المساله. راه الامام مالك رحمه الله رد عليه تلميذه الشافعي. واش نتوما ما تتفهموش من عارفين ايش الناس ولكن الله المستعان، الله المستعان. ما كاين ما نقولوا. كاين اللي الله سبحانه وتعالى كاينه في القران ختم، وكاينه طبع، كاينه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وجعل على ابصارهم غشاوه، طبع الله على قلوبهم. راه الانسان لا طبع عليه الله على قلبه ولا ختم ليه على قلبه مصيبه. راه الحق تيبان ليه باطل والباطل تيبان ليه حق، صافي هذا مشى. راه حتى التوبه محال توفق لها، محال. واسال الله تبارك وتعالى ان يتوب عليه وعلينا جميعا. ما بغيناش ليه شي حاجه اللي تضروا، ولكن الله المستعان. واش صاحبي انت ما تتشوفش حق واضح ابلج باين؟ السيد رحمه الله مات كيتسنى الدعاء، بغض النظر انه يكون عالم ولا حنا نقولوا الشيخ ابي اسحاق ماشي عالم كاع. يلا الشيخ ابي اسحاق بشر مسلم عادي بحالي. ابو اسحاق هو انا بحالي، ليس عالما، واحد انسان مسلم تيحب السنه، تيحب الله، تيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. دابا نهضر انا على راسي، دابا انا الا مت دروك انايا، واش ما تنسالكمش الدعاء؟ ما تدعيوش معايا بالرحمه؟ واش ما تدعيوش معايا بالرحمه؟ انا مسلم، ما عرفت انا كاع والو، ولكن تنحب الله والرسول عليه الصلاه والسلام. ما تدعيوش معايا بالرحمه؟ الا ما بغيتيش تدعيو معايا بالرحمه راه الله المستعان. انا مسلم. واحد الراجل مات، المنتحر كاع، المنتحر اللي تيقتل نفسه تيطرمى من الفوق، في الشرع تنصليو عليه انه مسلم وقع في هذه المساله. شوف واش مسكين تجنن ثم انتحر، واش كلا شي دواء افرط فيه ثم انتحر، واش سحر ثم انتحر، واش كان بغى يدير شي حاجه تزلق وطاح ثم حسبناه حنا انتحار. فنكل امره الى الله سبحانه وتعالى. اللي كيرجع ما كيصلي عليه هو الامام او سيد القبيله، زجرا لفعله، ولكن تنصليو عليه. وديك الصلاه الجنازه شفاعه، تنشفعوا ليه، تنقول يا ربي تجاوز عليه الى خطا وكذا. علاش بالضبط ابو اسحاق عالم تبارك الله ومحدث نعتبرو حنا هي مسلم عادي؟ انا ما تيش ندافع عليه، تندافع على الحق. ما بغيتش انا الشيطان يجر بكم الهضوره، هو مقبوض وباقي، وهو مشدود وباقي الهضوره تتجر. راه خص الشيطان الى تطلقوا الشياطين خصو يلقاونا ولينا وحدين اخرين ما باقي يعرفوا منين. واخا الانسان لا يسلم من كيد الشيطان الى ان يموت، ولكن على الاقل بعد يلقاونا جمعنا راسنا شويه حنا غاديين فيه وفي رمضان. الله المستعان. رغم انف عبد ادرك رمضان ولم يغفر له، ابعده الله في روايه. من ادرك رمضان ولم يغفر له قل امين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امين، وقال جبريل امين. شهر رمضان وبقي السيد مات في الليل 17 من رمضان، وابتلاه الله تعالى كما اسلفت امس بلاء عظيما. وكان بداك الكرسي المتحرك تيجي هو الاول تيدخل للجامع، انت كاع ما تنشوفوك ورجليك تبارك الله كاع ما تنشوفوك، هو الاول تلقاه في المسجد، هو الاول تلقاه في الخير. وكاينه شي خبيئه هذاك الرجل، هذه المحبه اللي الله تبارك وتعالى اودع عليه في قلوب المسلمين، الناس ديال الخير تيحبوا هذا الرجل.
له خبيئة من عمل صالح في السر، شي حاجة عنده. هل لك سر عند الله؟ شي حاجة عند هذا الرجل مع الله تبارك، شي سر، شي راه ميمتو الله يرحمها، الله يرحمها ميمتو، كانت تقول ليه من شدة البر بها كان مغلي في ميمتو، انت تهضر فيه ربما كاع ما تطلع، كاع ما تشوف امك، كاع ما تطلع عليه، ربما امك تتخاصم معاك. راه كانت تقول لي ربي يحبب فيك خلقه، ديما تقولها ليه، سير يا وليدي الله يجعل الخلق يا ربي، يجعل الخلق يحبوك، ربي يحبب فيك خلقه، ديما تقولها ليه. وعرفتي شنو هو بر الوالدين؟ فرعون كما ذكر في الإسرائيليات أنه عطل عليه الله تعالى الدعوة اللي دعا عليه موسى، وأمن هارون 40 سنة بسبب بر الوالدة، كان بار بميمتو فرعون. حنا تنتكلموش أنه عالم، الشيخ أبي إسحاق نقولوا حنا مسلم عادي، هاد غادي نجيو لضابط الاستحلال وغادي نرجعوا للموضوع ديالنا. مسلم عادي، واش ما كيتسناش هاد السيد هذا نترحموا عليه رحمه الله؟ علاش تقولوا مستراح منه؟ هذه كلمة عظيمة. وستجد غبها ولو بعد حين، يا وجد غتبتلى بهذيك الكلمة اللي قلتي، مستراح منه. العمل هو كفر رافضي اللي كان هو حياته كلها تيرد على الرافضة ويرد على الشيعة ويرد. إذا اللي عنده تشيع هو اللي تيقول بحال هكا، تيبي ينتقم لأنه رد عليه في يوم من الأيام وتيبي ينتقم. والله المستعان. راه القرضاوي غفر الله له، نهار مات هذاك البابات الفاتيكان قال يجب على الأمة أن تترحم على هذا الحبر. أول واحد تصدى للقرضاوي هو أبو إسحاق، واحد الرد بأدب وبخلق. قال الشيخ دكتور يوسف القرضاوي أخطأ في مسألة كذا، وقال كل شيء مسجل، ولا يجوز الترحم على الكفار وكذا. والقرضاوي نفسه نهار مرض الشيخ أبي إسحاق مشى زارو، والشيخ أبي إسحاق جا زار تا هو القرضاوي. يعني أنا مخالف معاك في مسائل، ولكن انت راه فاش كتمرض راه نجي نزورك انا لعله ما تعرف، ولا عارف باقي حي، ما تعرف ترجع. قلت لكم البعض بان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك اليهودي اللي تيحتضر ذاك اليهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل لعنده سيد الخلق، تيقول قل لا اله الا الله، وباه تيشوف، تيدير هذاك اليهودي الصغير في باه ويقول له باه اطيع ابا القاسم، وراه ما سلم كاع داك البوات، هو يقول هذاك الولد ذاك اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحان، مات عليها، قال الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ايوا هذا المشايخ وهذا الدعاة اللي يقولوا كاع حنا مخالفين المنهج ولا مخالفين، الا كان مريض ماشي من واجب الاسلام انك تمشي لعنده وتزورو؟ واخا انت مخالف، نعم واخا انت مخالف معاه، مشي تزورو لله. من زار مريضا هي مطلقة، لم يزل في خرف الجنة ما لم يرجع، تتجول في الجنانات. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم وغيره، يا عبدي مرضت ولم تعدني، قال العبد هل تمرض وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي، مطلقة، كن عاصي ولا ما عاصي، ولو زرته لوجدتني عنده. كاين شي واحد فينا ما تيعصاش الله تعالى؟ علاش حنا بالضبط بنحاسبوا أبو إسحاق؟ وهو راه طبعا حنا ماشي تندافعوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، غير انما باش الناس هي اللي شي شويه يرجعوا يوعاو، الا باقي فيهم شويه الخير. ما راه كاين البارح واحد الاخ في المجموعه، فاش رسلت هذاك خرج من المجموعه، يعني كاين اللي تيكره الشيخ ابي اسحاق، تيكرهو بدون ما يعرف عليه كاع، هو يسمع الرد على ابي اسحاق، الرد على، هو يديرها، هو يبان تبارك هذاك الجيش تابع ابي اسحاق، جيش ديال الاخوه والمسلمين تيحبوه وكذا، هو دار اللي يقلبوها. كاين هذا النوع، عافانا الله واياكم منهم. كاين اللي يقلبوها في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، هاكا دير حقود، فاش يشوف الخير تيمرض هو.
واحد المره واحد الشيخ كان جالس معاه واعظ تبارك الله السميع العليم، ويقول واحد الكلمه انا حسبتها بانه بالغ فيها شويه، ولكن لقيت كلامه صحيح. ما اعترضت عليه ما والو، قلت مع راسي واقيلا شويه زاد فيها الشيخ هاد الكلمه هادي. جالس انا وياه، قال كاين شي ناس اللي لو وقعت لك شي حاجه خايبه تيسجدوا لله سجدة الشكر. والله العظيم الا قالها. كاين شي ناس بشر نهار توقع لك شي حاجه خايبه كيسجد هو لله سجدة الشكر، حيت وقعت لك انت ديك الحاجه خايبه، حادثه ولا شي افلاس ولا شي ولدك وقع عليه، ولا تيقول له ولد فلان واه الله اكبر، وتيسجد فرحا انه وقع لك انت هذاك الامر الخطير. نسال الله السلامه والعافيه، نعوذ بالله من غضب الله. راه عرفتي لو وصلنا لهذا المستوى الله المستعان، ينتظر الساعه. وحتى لهاد الدرجه تيفرح وتيتشفى الا وقعت لك انت شي حاجه، ورب العالمين تيشوف فيه، لان سجدة الشكر شرعت. علاش شي امر طيب، شي خبر صار، على هذا الخبر صار مازال تسجد لله تعالى. ما شي مبتدع كبير من المبتدعه اللي قايمه عليهم الحجه، تسجد فرحا ان الله تبارك وتعالى هن الشجر والحجر والامه من شره. هما تيسقطوا هذا الفرح بموت المبتدعه، تيسقطوا على ابي اسحاق. على ابي اسحاق مبتدع، بدعه او بدعتين مثلا تتسمى مبتدع. كاين اللي تيبدعوا بكلمه قالها بدون ما ينصحوا، بدون اشنو هي ضوابط التبديع. راه البارح قلنا هو قبل ما تبدع كتمشي عند داك الشخص كتنصحو كتكلم. تيحكي لي واحد الشيخ جلس هو الشيخ الفوزان، هو يقول لي انا بين نسولك الاخطاء اللي وقع فيها الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان. قال لي هي راه هي كذا، وهو يقول لي الشيخ الفوزان ديها ليه ونصحو، وديك الساعه اللي ما بغاش غادي نتاخذوا الاجراءات. قال لي ومشيت لعندو ووريتها ليه، قلت لي راه صيفطني عندك الشيخ الفوزان وكذا، الاخطاء اللي درتي وهذه راه خالفتي فيها منهج السلف وهذه وهذه وهذه. قال لي فأبى إلا استكبارا وعنادا. قال لي لا أنا كذا اللي اجتهدت لأنه أنا كذا، وما بغاش. هاد بدات الردود، هاد بدات الردود. وهذا نيت هذه مسائل نيت كبيرة تلقاه وافق فيها غلاة التبديع. بقيت مرتكب الكبيرة كفره، راه وافق المعتزلة. لأن شكون سبب التكفير؟ شكون تيقول التكفير بارتكاب الكبيرة؟ معتزلة. كان جالس واحد المرة الحسن البصري رحمه الله، ودخل واحد الرجل قال يا إمام هل يكفر مرتكب الكبيرة؟ بقى الشيخ تيشوف فيه وينوض وصل بن عطاء، قال يكفر لأنه كذا، كما أنه يمشي الليل حدا واحد السارية وقعدوا وتجمعوا حوله. بقى تيشوف فيه الحسن البصري ويقول اعتزلنا واصل. فسميت تلك الفرقة اللي معاه كلها معتزلة، لأنهم خداو تبنوا قوله وبقاو تيقولوا قال اعتزلنا واصل، وبقات تما نشأ الاعتزال في زمن الحسن البصري رحمه الله. لأن هذوك تبناو الكلام وبداو تأثروا ليه. واش الشيخ أبي إسحاق لما قالوا ليه المصير كفرتيه بقى تأثر ليها، ولا قال لهم لا راه ما فهمتونيش؟ قال لهم لا راه ما فهمتونيش، ها اللي قصدت وها اللي قصدت وها اللي قصدت. وقلنا حنا نفرض كاع هو دار التقية، وفعلا الشيخ أبي إسحاق يكفر المصير. ها هو ابن عثيمين تا هو المصر على الخمر اعتبر إصراره استحلالا. نقرأ لكم كلام في اللقاء المفتوح، بسم الله. كلام ابن عثيمين هذا. قال هنا المستحل، ونقرأ من الأول كاع. الاستحلال فعلي وعقدي. هذا كلام ابن عثيمين رحمه الله، رجعوا ليه. الاستحلال كاين في اللقاء المفتوح. الاستحلال فعلي وعقدي. فالفعلي يعني الاستحلال الفعلي بالفعل ديالي، انا استحليت شي حاجه بالفعل ديالي ماشي بعقيدتي. فالفعلي ينظر فيه للفعل نفسه هل يكفر ام لا. فاذا سجد لصنم فهذا يكفر. لاحظوا هذا راه سجد لصنم، ما بقيناش تنقول واش مصر ولا مستحيل، الفعل ديالو كفروا. فاذا سجد لصنم فهذا يكفر، لان الفعل يكفر.
زدت أنا هنا واحد القضية زدتها كتبتها: وإذا سب الله أيضا يكفر. دابا اللي سب رب العالمين واش تنقول له أنت مصر ولا مستحيل تناقشوا معاه؟ سب الله، فسب الله تعالى كفر. اش يدير؟ كيمشي كيغتسل وكيردد الشهادتين انه خرج من المله. هذوك سبوا الصحابه وكفروا. شي صحابه سبوا قالوا ما راينا ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء اللي فغار الله تبارك وتعالى حاملين كتابه وتيقراو وقراء. الله تعالى جعل كلامه في صدورهم ورسلهم النبي عليه الصلاه والسلام واستهزئوا بهم. نزل القرآن: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلم يقبل الله تعالى منه اعتذار ولم يقبل الله تعالى منه توبة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سموا مرتدين هذوك مشاو. فتعسل لهم وأضل أعمالهم. هذوك مشاو صافي. علاش؟ لأنهم استهزئوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله غيرة. جعل الله تبارك وتعالى الاستهزاء بالصحابة استهزاء برسوله، والاستهزاء بالرسول استهزاء بالآيات، والاستهزاء بالآيات وكلام الله استهزاء بالذات الإلهية برب العالمين. فنزل فيهم القرآن. إذا شي واحد سب رب العالمين ولا سب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام ولا سب الدين، شحال ما عارفين عندنا دابا تلقى تيكون تيهضر هادي ولات على اللسان بزاف دين امك وتدوز. لا اجي وقف اش قلتي دابا؟ وراه طالع لي الد، سير طلع لك الدم ولا يطلع لك كاع الغاز، سير اغتسل وردد الشهادتين. راه كفرتي، كفرتي، سبيتي الدين، دين الاسلام. راه دابا حنا الله المستعان الا من رحم الله. طبعا ما تنعممش، الا من رحم الله. دابا تجينا بحال هاد المسائل ولفناها في الزنقه في الشارع. اتصلت عليا واحد المتصله قالت لي راه الزوج ديالي سب الله وراه تخاصمنا ودابا واش نسامح ليه ولا ما. قلت لها بلاتي زكا اش دار؟ سب الله، سب رب العالمين في هذا الشهر المبارك العظيم اللي مفتوحه فيه ابواب السماء. يعني طلعات هذيك السبه في شهر الغفران. تا حرمه ديال هذا الشهر هذا ما. قالت لك راه كان كاعي. قلت له واخا يكعى ولا يشرب البحر، بغى يمشي يغتسل ويردد الشهادتين راه كفر. ديك الساعه الا بغيت تسامحي معاه ولا ما تسامحيش معاه. اول حاجه هادشي ما فيهش ما عرفت منا واش حنا تقجقلنا كاع حتى لهاد الدرجه. واش تقجقلنا؟ مشكله. الله المستعان. وإذا سب الله يكفر. هنا تيقول ابن عثيمين في التتمة قال: فالفعل ينظر فيه للفعل نفسه هل يكفر أم لا، فإذا سجد لصنم فهذا يكفر لأن الفعل يكفر. وهناك أمر آخر تيقول ابن عثيمين: ألا وهو أن يكون المستحل معذورا. انتبهوا معايا لهذه اللي جاية. ألا وهو أن يكون المستحيل معذور. هو مستحيل، مستحيل ماشي مصر، هذا مستحيل كاع، ولكن معذور بجهله لأنه حديث عهد بالإسلام. مازال ما عرف شحال من حاجة في التعاليم، يلاه بغى يسلم. المستحيل معذور بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون الإنسان حديث عهد بالإسلام ولا يدري أن الخمر حرام. انتبهوا لهذا الكلام ديال ابن عثيمين، راه هذا هو اللي خصو يتناقش. هذا ماشي تاع أبو إسحاق، هذا لاحظوا اش بيقول في الآخر. ولكن هذا راه فقيه الزمان، سمعنا وطاعة، ما غادي نقدروا ندويو. يلاه خلينا بركة عندنا نحقروا على أبو إسحاق صافي. فإن حديث عهد بإسلام لا يدري أن الخمر حرام فإن هذا وإن استحله لا يكفر. شوف هذا اللي، شوف هذا الأخرانية اللي جايه: لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإذا أصر بعد تعليمه صار كافرا. فإذا أصر بعد تعليمه
صار كافرا. تيقول ابن عثيمين إلا علمناه وقلنا الخمر راه حرام وراه كذا وأم الخبائث وردوا فيها أحاديث كثيرة، واحد عند ابن ماجه حسن بمجموع طرقه، شارب الخمر كعابد وثن. انت تشرب الخمر كذا بحال تسجد للصنم، والخمر راه كذا والخمر راه كذا والله تبارك وتعالى. انما الخمر والميسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقارن الله تبارك وتعالى الفلاح بالاجتناب. اذا لو لم يكن الاجتناب لما كان الفلاح، كان الخسران. والاجتناب هنا اشد من التحريم. تنتكلموا معاه في الاخر ويقول لك الله يعاونكم فين غادي. نجيب واحد القرعه ونمشي لهنا لعرس عبد السلام ونقعد هنا. تيقول ابن عثيمين هذا يكفر لأنه قمت عليه الحجة وعلمتيه وأصر. ها هو أنا ابن عثيمين تيكفر المصر. هاي الإخوة الله يرحمه يكونوا منصفين. إذا ابن عثيمين هذه دوزوها ليه، ما قالوا والو، ما قدروش. جاو حتى لأبي إسحاق اللي قال سمحوا لي راه ما فهمتونيش، ها قصد وها قصد. اللقاء المفتوح هذه راه كاينه هاد كاينه واحد الفتوى ديالو غادي نرسلها لكم نقولها عليه تلميذو الشيخ عثمان الخامس، نقولها عليه. قال لهم راه ابن عثيمين فعلا راه قال كذا كذا، فلماذا التجني على ابي اسحاق وترك ابن عثيمين؟ ديك الساعه هضروا على ابن عثيمين لما قديت. هذا كلام عثمان الخامس التلميذ ديالو، الداعيه الموفق المنصف اللي تيقلب على الحق، تا هو تيدور مع الدليل. نهار قال تيقول شي فتوى مثلا تيقول لها كذا كذا، تيقول ما استغفر الله وتيرجع. معروف على ابن عثمان من اطيب خلق الله نحسبه، الله يحسبه داعيه تبارك الله نشيط. وهذا وفاش تبين ليه تيرجع، راه هذا هو المسلم. مثل المسلم كمثل الجمل الانف حيثما القيد انقاد. بحال داك الجمل تدير خرصه في الانف ديالو يجرو وليد صغير يجر الجمل قدو قداش. علاش؟ حيت ديك الخرصه هي اللي حاكمه ويجرو كمثل، يعني تيتجر المسلم دغيا مع الادله، ما تيبقاش الا بقى شادو كذا راه. نسال الله السلامه والعافيه. اذا لاحظتوا هذا الكلام. اذا المحدث ومرتكب الكبيره، المحدث رحمه الله قال بانه كذا وبين اكثر، وفي بيانه تراجع. فنتقي الله جل وعلا ونحسن الظن به ونقول ها هو تراجع، ولا نقول لا إنه تراجع لأنه تقية كما في نيته وهو يعتقد أنه يعتقد. الله يهديك هلا شقت عن قلبه. راه خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وأجرهم على الله. وغادي تقاتل في الغزوة، واحد قال أشهد أن لا إله، هو يطعنه واخا قالها. فواحد الصحابي تخلع قال يا رسول الله راه خالد راه قلتي لنا انت اللي قال لي لا نتفرقوا مع صافي، راه قتلوا واحد واخا قالها. اجي يا خالد علاش قتلتيه؟ قال يا رسول الله قال خوفا من السلاح، رايح تعرفني انا جاي بالعاني باش. ما قالهاش من قلبه. قال هل شقت عن قلبه؟ اني لم اؤمر ان انقب بطون الناس او اشق قلوبهم، ووكل امره الى الله تعالى. اش درتي؟ قال يا رسول الله راه قال عيب كذا فعلمه وعلمنا، والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حنا كاملين ما عمر شي حد تقول هذا نيته وياك. راه يقدر شي حد يدير الخير وفي النيه ديالو الاخلاص وتقول انت راه يبان ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. او الله تبارك وتعالى قال مزيانه للفقير انك تبين الصدقه تخرجها وراه هاني ساهمت بهذه البركه. شكون اللي هاني ما تتبانش انت في نيتك الاخلاص، غير بغى ذاك الفقير يجمع عليه مال كثير. ويرفع الله تعالى الى الغنى من الفقر الى الغنى. فاحفظ هذا جيدا أيها الأخ الألمعي والصديق اللوذعي، والبس نظارة الإنصاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل في علاه أن يرحم شيخنا الهمام حسنة الأيام العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني رحمة واسعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكف الذين سلقوه بألسنة حداد وأن يهديهم سواء السبيل. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا وتوب علينا واهدنا واهدي بنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. سبوح قدوس رب الملائكة والروح
هذا وما أصبت فمن الله جل وعلا، وما أخطأت عندكم تقول هذا سروري، والله الذي لا رب سواه لا أعرف شيئا على محمد سرور، ولا أعرف شكون هو هذا محمد سرور، لا عمرني قرأت شي كتاب ديالو ولا عرفته ولا كذا، ولكن قبح الله التصنيف العصري، التصنيف ديال دابا، هي كتكلم مع شي حد وتيصنفوك أنك كذا دغيا، كترد على شي حد كتكون كذا، كتوافق شي حد تتكون كذا. لا تتسرعوا، وتريثوا قبل أن تتريطوا. عندك تريط وتحكم على الناس، دائما أحسن الظن بالناس، والله الذي لا رب سواه، ولا أخف في الحق لومة لائم، إني محمدي، شيخي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لئن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. شيخي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن شيخنا الخليل ومذهبنا الدليل، ونلتمس الأعذار لأهل العلم وندعو معهم، وإن أخطأوا نسأل الله تعالى أن يغفر زال لهم وأن يسدد رميتهم، فهم حرس حدود، فموت العالم تلمى لا تسد. أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس: أطراف الأرض هم العلماء. يلا وريونا شي واحد بحال القصير، الشيخ القصير اسمه الشيخ عبد الله القصير، باقي تعوض. الشيخ بوخبزة باقي تعوض. الشيخ مولاي حمد أبا عبيدة المحرزي علامة مراكش رحمه الله باقي تعوض. الشيخ تقي الدين الهلالي، الشيخ الألباني، بن باز، بن عثيمين فقيه الزمان باقي تعوض، المحقق المدقق الأصولي. فهاد البركة اللي بقات من أهل العلم نحرصوا عليها، وندعيو معاهم في سجودنا، ونحترمهم ونبجلوهم، نبجلهم ونحترمهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم، ونقبل رؤوسهم، لأنهم حرس حدود. إلا ما كانوش العلماء مصيبة. العلماء لما بدات يموتوا خلت الديار وسدت غير مسود، ومن الشقاء تفرد بالسؤدد. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم. في قراءة في رواية: حتى إذا لم يبقي عالم، لم يبقي، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلا بقينا بحالك إخوتي الكرام، تنطعنوا في هذا العالم ونطعنوا في هذا العالم، تنطعنوا في المصادر، تنطعنوا في الدين، الطعن في العالم الطعن فيما يحمله من تراث عظيم، وفيما يحمله من سنن وأحاديث. هنا بغا تهجم علينا الفتن، وبغا يهجموا علينا الطوائف والفروق الضالة، وهذا الجيل الناشئ اللي طلع دابا ما غادي باقي يعرف كاع مسكين اش يدير. فنسأل الله تعالى الثبات. لعمرك ما الرزية تفقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. فرحمك الله يا أبا إسحاق، وإن مت فوالله إنك لحي في قلوبنا، دروسك ومواعظك لا زالت في قلوبنا، ولا زلنا نعمل بوصاياك ونأخذ بكلامك. فنسأل الله تعالى أن يأخذ بك إلى جنات النعيم، وأن يسكنك فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إن أبا إسحاق كان يدلنا عليك، ويدلنا على حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا السنة، ويغار على الإسلام، ويهتم بأمر المسلمين، وهو الآن في جوارك، ونعم الجوار، وأنت خير جار الله. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تصبب عليه شآبيب الرحمات في قبره، وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنان يا رحيم يا رحمن، وأن ترحم سائر أموات المسلمين، وتعفو عن كل مبتلى مسلم، وتشفي كل مريض مسلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.